السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة البريوش بطريقة سهلة وبسيطة كده يا حبايب قلبي، طريقة جديدة صراحة انا شفتها قلت لازم اجربها. يعني كده بقى الاطباق ديت الجميلة دي بتاعتنا، هي الاطباق الالومنيا ديت هنعملها فيها النهاردة، تبقى جميلة يا حبايبي. اهي بسم الله ما شاء الله، خدت ايه الاربعة. هندهنهم بقى زيت. كده يا حبايب قلبي عملنا جهزنا بقى الاطباق بتاعتنا. هنعمل ايه؟ العجينه بتاعتنا. نحط دول على جنب. نعمل بقى العجينه. هنا كوبايه حليب، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا بقى السكر، معلقتين 3 معالق سكر. ونحط برضك نص معلقه ملح، يعني ربع لا ربع معلقه ملح كده، لان هي دي بتبقى مسكره. وهنحط الزيت 3 معالق زيت. وهنا كيس فانيليا، معلقتين خميرة، كيس يعني كيس فانيليا. ونحط هنا برضو البيكنج باودر، هحط معلقة ممسوحة بيكنج باودر. وهنا معلقة لبن بودرة كبيرة، دي اختيار، عايزة تحطيها مش عايزة تحطها ما تحطها. وطبعا اللبن يا حبايب قلبي يكون دافي. وهنا هنحط بيضة برضه، ما تستغنوش عن البيضة دي يا حبايبي، لان البيضة دي بتخلي المعجنات بتاعتنا حلوة، ما تستغنيش عنها يعني. وهنحط برضو نص كوباية مية دافية. معانا بقى يا حبايب قلبي 4 كوبايات ونص دقيق. ونحط بقى حسب ما العجينة تاخد معانا. كده انا حطيت 3 كوبايات دقيق لغاية ما نشوف العجينة هتاخد معانا
كده يا حبايب قلبي العجينه بتاعتنا خلصت اهيت. عكيت ايدي زيت معلقه يعني عشان العجينه بتاعتنا شوفها ايه يا حبايبي، العجينه ما تلزقش منك. نغطي عليها بقى، خدت مني نص كوبايه ميه بس. كده يا حبايب قلبي العجينه يعني بدات ان هي تخش في الخميره. هعملها بقى وهي كده على اساس ايه ان هي لسه هتقعد تاني تخمر وكده، يعني احنا اما نشكلها هتخمر تاني. هتعمليها زي الليمونة كده، يعني مش هتكبريها قوي عشان تبقى ايه حلوة معاكي. وكده يا حبايب قلبي خلصنا تشكيل المعجنات بتاعتنا يا حبايب قلبي. وكده بقى هنسيبها نغطي عليها ونحطها في مكان دافي ونسيبها لغايه ما تخمر خالص. لما تضعف حجمها كده نقوم عاملينها يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. كده يا حبايب قلبي العجينه بتاعتنا خمرت خالص اهيت، يعني مش هدينا اي حاجه. ممكن تدهنيها بيض برضو، تعملها صفارة بيضة وتدهنيها، بس انا لو دهنتها الهواء اللي فيها ده كله هيروح. فانا هسيبها كده وان شاء الله هتطلع جميله. احط لها بقى مربى. مش هكتر يعني، مربى فراوله، اي مربى انت عايزينه حطه. يا حبايب قلبي هنحطها بقى في الفرن. انا طبعا ولعت الفرن وسبته شويه عشان يبقى سخن. وهنحطها بقى على الشبكه قريبه من الارضيه، يعني ما تكونش الشبكه عاليه قوي عند الشوايه. وهنحطها بقى تقعد لها نص ساعه كده، ربع ساعه حسب الفرن بتاعك. يا حبايب قلبي كانت الفطاير بتاعتنا طلعت من الفرن اهيت. بسم الله ما شاء الله طلع جميله يا حبايب قلبي، تستاهل. هاي يا حبايب قلبي شايفين الحلويات، شايفين الحلويات. كده يا حبايب قلبي الفطاير بتاعتنا بقى خلصت اهيت، وهقطع لكم بقى واحده كده تشوفوها وهشه كده وجميله يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، فطاير زي العسل كده، وطمية وجميلة ولونها حلو قوي ومبتاخدش حاجة يا حبايب قلبي. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايز تحشيها جبنة بقى، تحشيها شوكولاتة، اللي انت عايزاه ليك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.